بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل جاكيت اطفال صدر مربع مفتوح من قدام. الخامات المستخدمه: ابره مقاس 2.5 ملم، و200 جرام خيط صوف، بكره 100 جرام من اللون الزهري و100 جرام من اللون الابيض. معانا مقص وماركر ومزوره للقياس. دوران الرقبه بيساوي 32 سم. هنرتفع بعدد من السلاسل لغايه لما نوصل ل 32 سم. هنا ارتفعنا بعدد من السلاسل بحيث يكون مقاسها 32 سم. عندنا لقيناهم 64 سلسله، اتقسموا 9 من جهه الامام سلسله واحده، 14 من الكم هنا في السلسله، 18 من جهه الخلف سلسله واحده للتزايد، 14 للكم من الجهه الاخرى وسلسله واحده، و9 للكم من الجهه الاخرى. بعد ما عملنا السلاسل اللي هم 64 سلسله، هنرتفع 2 سلسله مجرد ارتفاع، ونعمل عمود واحد على كل غرزه سلسله لغايه لما نوصل للعلامه، وهنعمل سلسله التزايد ونكمل عادي. هيبقى ديت سلسله التزايد. وده كان الشكل بعد ما ارتفعنا عمود، بعد ما ارتفعنا 2 سلسله وعملنا عمود على كل سلسله. يعني هنا 9، اول 9 عمود عملنا سلسله واحده وكملنا على كل سلسله عمود. يعني هنا 9 عمود سلسله، 14 عمود سلسله، 18 عمود اللي هم الخلف سلسله، 14 عمود للكم من الجهه الاخرى هنا سلسله واحده للتزايد، و9 للامام. هنرتفع عدد من السطور بحيث ان هنعمل عمود على كل عمود، وهنيجي هنا في منطقه التزايد هنعمل عمود سلسله عمود في قلب الفراغ، ونكمل نعمل منطقه الكم عمود على كل عمود، وفي منطقه الفراغ هنعمل التزايد عباره عن عمود سلسله عمود لغايه اخر السطر، ونرتفع بعدد من السطور. بس احنا بنعمل الاعمده في الباك لوب، يعني الغرزه بتبقى ليها ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي. احنا بناخد الضلع الخلفي اللي هو ده، ندخل فيه كده ونعمل غرزه عمود بلفه. احنا هنا بعد ما ارتفعنا عمود على كل عمود في الباك لوب وعملنا التزايد في الفراغ اللي في السطر الاول، التزايد عباره عن عمود سلسله عمود. هنشوف بس العمود الخلفي بيتعمل كده. ناخد لفه على الابره وندخل في الضلع الخلفي ونسحب خيط ونطلع عمود عادي، نعمل عمود في الباك لوب في الضلع الخلفي للغرزه. بعد ما خلصنا وعملنا عمود في الضلع الخلفي، نرتفع بعدد من السطور لغايه لما نوصل 10 سطور، ونرجع نكمل نشوف هنقفل منطقه الكم ازاي. بعد ما ارتفعنا بعدد من السطور 10 سطور، هنقفل الكم المنطقه دي. احنا عملنا عمود على كل عمود في الباك لوب، هندخل في الجزء ده اللي هو الفراغ واللي عباره عن سلسله، نعمل 2 عمود 3 سلسله، ناخد لفه على الابره ونتخطى كل الجزء ده، ندخل ونعمل هنا 2 عمود. فاحنا كده ايه قفلنا الكم. والثلاث سلاسل دولت بتوع الباط اللي احنا هنشتغل عليهم عدد من الاعمده في الدور اللي جاي. احنا السطر دوت احنا بنقفل الكم، بناخد لفه على الابره، ندخل في الباك لوب بعد ما قفلنا الكم ده. احنا بنشتغل في الظهر، يعني الجزء بتاع الظهر ده لغايه لما نوصل لهنا، هنقوم ايه متخطين كل جزء دهوت لغايه هنا ونقفل الكم زي الجزء ده. هنكمل ونعمل عمود على كل عمود في الظهر لغايه لما نوصل لهنا عشان نقفل الكم، ونشوف احنا هنقفل الكم ازاي. هنا بعد ما قفلنا الكم الاول وعملنا عمود في الظهر، عمود على كل غرزه عمود، وصلنا لمنطقه الكم، هندخل ونعمل 2 عمود 3 سلاسل، نتخطى المنطقه دي كلها، نقفل الكم التاني في الفراغ ده. ناخد لفه على الابره ندخل هنا ونعمل 2 عمود كده. احنا قفلنا الكم. هنكمل سطر، نرتفع سطر واحد بس عشان هنقفل الجزء الامامي اللي هو المرض. قفل الجزء دوت كده، احنا قفلنا الكم، هنعمل سطر واحد بس نكمل السطر، نقفل منطقه السطر. بعد ما قفلنا الكم وعملنا 3 سلاسل اللي هما الباط، وقفلنا الكم هنا برضو عملنا 3 سلاسل، ارتفعنا 2 سلسله وعملنا عمود على كل عمود في الباك لوب لغايه لما خلصنا وصلنا لمنطقه ال3 سلاسل. هنعمل فيها اول سلسله هنعمل فيها عمود، ثاني سلسله 2 عمود في قلب الغرزه، ثالث سلسله هنعمل فيها عمود واحد. اول سلسله اهي نعمل فيها عمود واحد اللي هي السلاسل بتاعه الباط اللي قفلنا بيها الكم. اول سلسله عمود واحد، ثاني سلسله اللي في النص هنعمل فيها 2 عمود في نفس الغرزه، ثالث سلسله هنعمل فيها عمود واحد فقط، ونعمل اعمده على كل عمود عمود في الباك لوب لغايه لما نوصل هنا للسلاسل بتاعه الباط. الثلاث سلاسل هنعمل في اول سلسله عمود واحد، وتاني سلسله 2 عمود في نفس الغرزه، وتالت سلسله عمود واحد بس، عشان هيبقوا 4 اعمده زي هنا 1 2 3 4 في الثلاث سلاسل بتوع الباط. هنكمل ونعمل السلاسل اللي تحت الباط بنفس الطريقه، ونكمل السطر وننهي ونشوف احنا هنعمل ايه. بعد ما خلصنا منطقه الباط وعملنا على الثلاث سلاسل 4 عمود بلفه، عمود على اول سلسله
واتنين عمود في نفس الغرزة على تاني سلسلة، وعمود واحد على اخر سلسلة. بقى ده كده الشكل. كده خلص الصدر. هنقص الخيط وهنستعمل الخيط التاني. هنشوف احنا هنعمل غرزة عمود، عمود امامي، عمود امامي، عشان الموديل اللي احنا هنعمله اسمه موديل غرزة جبال القلب. هنبتدي نشتغل باللون الزهري. هنرتفع 2 سلسلة وفي نفس الغرزة نعمل عمود بلفة. الغرزة اللي بعد كده نعمل عمود امامي، ندفع بالعمود للامام، نسحب خيط، نطلع نسحب من لفتين، ناخد لفة على الابرة. العمود اللي بعد كده هيبقى عمود عادي، اللي بعد كده هيبقى عمود امامي. نشتغل عمود عادي عمود امامي لغايه نهايه السطر. بعد ما خلصنا السطر وعملنا عمود عادي عمود امامي عمود عادي عمود امامي لغايه النهايه، نهايه السطر، هنرتفع بواحد سلسله ونلف الشغل ونعمل غرز حشو على كل غرزه. غرزه الحشو تعمل كده، ندخل في قلب الغرزه، نسحب لفه، نطلع من لفتين، نعمل السطر كله غرز حشو. اخر غرزه نرتفع السطر الجديد 2 سلسله ونلف الشغل، وهنعمل على العمود العادي اللي في السطر اللي قبل كده عمود امامي، يعني هنعكس ده عمود عادي هنعمل عليه عمود امامي كده، والعمود الامامي هناخد لفه على الابره، والعمود الامامي هنعمله عمود عادي بس فوق غرز الحشو. العمود العادي هنعمله عمود امامي، ندخل ورا العمود، ندفع بالعمود لقدام، نسحب خيط، نطلع من لفتين، والعمود الامامي هنعمل عليه عمود عادي في غرز الحشو. ده عمود عادي في السطر اللي قبل كده هنعمل عليه عمود امامي، والعمود الامامي هنعمل السطر بتاع غرز الحشو عمود عادي. العمود العادي هنعمل عليه عمود امامي، هندخل ورا العمود وندفع بيه لقدام ونسحب خيط ونطلع من لفتين، هنعمل برضو بنفس النمط، ناخد لفه على الابره. العمود اللي كان في السطر اللي قبل غرز الحشو ده كان عمود امامي، يبقى هنعمل فوقيه عمود عادي في السطر بتاع غرز الحشو، والعمود اللي بعد كده كان عمود عادي هنعمله عمود امامي. يعني احنا بنستمر في سطر اعمده وسطر غرزه حشو. في السطر بتاع الاعمده بنعمل معكوس، يعني هنا في السطر اللي فات في عمود عادي يبقى هنعمل عمود امامي، في عمود امامي هنعمله عمود عادي، يعني هنعمل سطر اعمده والسطر بتاع الاعمده هيبقى معكوس السطر اللي قبليه، وسطر غرز حشو لغايه اما نوصل للطول المناسب للجاكيت. نوقف الشغل وهنشوف هنعمل الكم ازاي وهنعمل المرد ازاي بتاع الزراير. هنا بعد ما خلصنا الجزء باللون الزهري وعملنا سطر غرز عمود امامي وعمود عادي وسطر غرز حشو لغايه لما وصلنا للطول المناسب، عملت هنا المرد عباره عن عمود امامي عمود خلفي، فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي، وزينته هنا الحرف بغرز حشو باللون اللبني. الغرزه البليسيه دي بنعملها برده هنا في القمر وفي الكم. انا حبيت اوريكم طريقه العمود الامامي والعمود الخلفي، دي اسمها غرزه البليسيه، يعني فوق العمود الامامي عمود امامي وفوق العمود الخلفي عمود خلفي. هنا غرزه حشو، عملت سطر واحد بس من غرزه الحشو باللون اللبني، وطبعا غرزه الحشو ما فيش اسهل منها. ندخل في الغرزه، نسحب خيط، بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط من الحلقتين كده، ندخل في الغرزه، نسحب لفه، عندنا لفتين، نسحب خيط، نطلع من لفتين، ندخل في الغرزه، نسحب خيط، بقى عندنا حلقتين على الابره ولفتين، نسحب خيط ونطلع من لفتين. هننهي الشغل وننضف الخيوط بابره التنظيف. احنا هنا برضو هنعمل معاكم الكم، هعمل معاكم الكم ده زي ما عملت الكم ده، هعمل الكم ده. احنا هنا لما كنا عملنا حردة الباط عملنا هنا 3 سلاسل، فوق ال3 سلاسل عملنا في اول غرزه عمود واحد، وتاني غرزه 2 عمود في نفس الغرزه، وتالت غرزه من ال3 سلاسل عمود واحد بس. بقى عندنا 4 اعمده. ندخل في الجزء اللي هو العمودين ما بينهم هما الاثنين كده، في الجزء ده هندخل ونسحب خيط ونرتفع 2 سلسله 1 2، ونعمل في نفس الغرزه عمود عادي عمود واحد فقط، والثلاث سلسلتين دولت مجرد ارتفاع. هنعمل في الغرزه اللي بعديها عمود غير مكتمل، يعني عمود كده ناخد لفه على الابره ونطلع من حلقتين وهيتفضل حلقتين على الابره، ناخد لفه على الابره والغرزه اللي وراها ندخل نسحب خيط، معانا لفتين نطلع من لفتين بس، يعني ده عمود غير مكتمل. احنا بنعمل تناقص، معانا 3 لفات على الابره، نسحب خيط نطلع من 3 لفات، ادي اول تناقص. هنعمل كمان واحد، كمان عمودين تناقص، هندخل هنا نسحب خيط، معانا 3 لفات، نسحب خيط نطلع من لفتين بس كده عمود غير مكتمل. طب الغرزه اللي وراها برده هنسحب خيط نطلع، معانا 3 لفات على الابره، هنطلع من لفتين 2، بقى عندنا 3 حلقات على الابره، هنسحب خيط نطلع من 3 لفات. كده احنا عملنا تناقص في عمودين. تمام. هنعمل عمود فوق كل غرزه دوران لغايه هنا، نعمل برده 2 عمود تناقص، وهنشوف احنا هنرتفع ونكمل ازاي.
كده هنعمل عمود على كل غرزة لغاية لما نوصل للمنطقة التانية عشان نعمل فيها برضو نفس التناقص، وهنعمل هنا عمود. تمام. وكده احنا وصلنا لاول سلسلتين من اول السطر. هندخل هنا في راس العمود هنا اهو، في اول عمود هنعمل منزلقه، نرتفع السطر التاني سلسلتين ودولت مجرد ارتفاع. هنعمل على العمود الاولاني عمود عادي، والسطر اللي بعديه هيبقى معكوس السطر ده، يعني هنا ده عمود عادي اللي فوقيه هيبقى عمود امامي، هنا عمود امامي اللي فوقيه هيبقى عمود عادي، وهكذا. وصلنا هنا الاثنين عمود اللي احنا عملناهم تناقص، الدور عليهم عمود ايه امامي، ناخد لفه على الابره وندخل ورا العمودين كده اللي هما الغرزه الواحده ديت، هندفع بيهم لقدام، نسحب خيط نطلع نعملهم في غرزه واحده ودول دورهم عمود امامي. خلصنا السطر هنا، ابتدينا بعمود عادي وانتهينا بعمود امامي. هنقفل في اول عمود بغرزه منزلقه، نرتفع 2 سلسله مجرد ارتفاع. وهنا نلاحظ ان احنا ما عملناش السطر بتاع غرز الحشو كده، عملنا غرز عمود عادي عمود امامي عمود عادي عمود امامي، وبعدين عملنا غرز حشو. هنا ما عملناش السطر بتاع غرز الحشو. ليه؟ لان احنا بنعمل الكم دوران. هنستمر بهذا النمط ونرتفع عدد من السطور لغايه لما نوصل للطول المناسب للكم، ونرجع نشوف هنقفل الكم ازاي ونعمل الاسوره البريسيد ديت ازاي. وده كان الشكل النهائي للبدله بعد ما خلصنا الكم اهو، وركبنا الزراير. وان شاء الله هيكون في جزء تاني عشان نعمل البنطلون بتاع الجاكيت. وانا كنت منزله قبل كده على القناه نفس الموديل بس بدل اللون الزهري ده اللون اللبني. شكرا على المتابعه، واتمنى اكون افدتكم في الفيديو، واتمنى يكون شرحي سهل. وما تنسونيش وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. ودمتم بخير، والى اللقاء في الجزء الثاني. هنعمل البنطلون بتاع الجاكيت عشان تبقى بدله زي اللي انا كنت عاملاها وعرضها في القناه، البدله اللبني. شكرا والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.